السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أبو البدرسات في كل مكان. تم إغلاق قناة بين سبورت الإخبارية حضرات من على قمر النايل سات. جبنا لكم التردد الجديد يا حضرات لهذه القناة رجعت اشتغلت مرة أخرى على قمر النايل سات، ولكن بتردد جديد. هنضيف مع بعض التردد وننزل التردد مع بعض يا حضرات على قمر النايل سات وعلى جهاز بيكون بيدعم ال HD فقط يا حضرات. القناة شغالة على HD. ولما بتفتح المنيو بتروح لحاجة اسمها تركيب، تنزل على قائمة الترددات، تضغط اوكي مباشرة، بتدوس على الزرار الاحمر اضافة او اي لون مكتوب على جنبيه اضافة، والتردد هيكون 12000 2 4 5 12245، معدل ترميزي 27500، والاستطابي حضرات هيكون عمودي 27500، والاستطابي هيكون عمودي. تضغط اوكي. قال لك المرسل موجود، وده اللي هنعملوه مع بعض يا حضرات. هنضغط اوكي مرة اخرى، يجيب لك علامة صح جنب التردد بالشكل ده، وتأكد ان يكون جايب معاك اشارة محترمة على قمر النايل سات. هندوس على الازرق عملية البحث. في الخانة دي مش هنعمل اي شيء، لو القناة منزلتش معانا نعمل حذف للتردد ونضيفه مع بعض. اضغط اوكي. هتنتظر حاجة قليلة، يجيب لك 7 قنوات لقنوات البين سبورت. هنروح كده يا حضرات نفتح المنيو، وقناة بين سبورت يا حضرات اهي الجديدة على قمر النايل سات رجعت اشتغلت بدون اي مشاكل زي ما حضراتكم شايفين في الخلفية. وده التردد الجديد. طب التردد القديم فين؟ علشان بس المصداقية حضرات هنروح للقناة اللي كانت اتقفلت. انا حاططها على 217 في الريسيفر يا حضرات، والقناة اهي. هيقول لك الاشارة سيئة ثابتة. تمام. بتفتح التردد بتاعها بيكون 12187، وكانت HD، يعني كان الاستطابة هيكون افقي. ولكن القناة حضرات هنرجع كده بزرار المنيو، القناة رجعت اشتغلت بدون اي مشاكل اهي بالاسم الجديد هو على قمر نايل سات، والتردد الجديد يا حضرات ووصل مرة اخرى بجودة ال HD. لا تنسى الاشتراك في قناة ابو البدر سات لو استفدت ب1%. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.